كان هيحصل لي حاجه النهارده، ان الكاميرا فصلت وانا بصور ومندمجه، خدت بالي ان الكاميرا مقفوله اصلا. انا ساره السيد، بشتري هدوم وديكورات للبيت، فقررت اعمل قناه علشان اوريكم بشتري الحاجات منين وبكام وفين واقول رايي. وقررت ان انا اسمي القناه اسمها ساره السيد، فلو عجبك محتواي اعملي لايك واشتراك، ولو ما عجبكيش كانك ما شفتنيش. انا جيت يا جماعه. النور قاطع والدنيا هدوء، قلت اصور النهارده الحاجات اللي انا اشتريتها. هي حاجات من استندات كانها زي الوكاله بالظبط، بس هي مش من الوكاله. تعالى اوريها لكم انا اشتريت ايه. اشتريت كل ما هو لامع، اي حاجه بتلمع على الاستندات اشتريتها. كان اليوم ده جايلي ان انا عايزه حاجات لامعه بس، وهقول لكم انا شاريه الحاجات بكام ومنين والدنيا كانت ماشيه ازاي. طبعا انا الفيديو ده انا عاملاه علشان في ناس ما بتعرفش تروح الوكاله، او في ناس ما بتعرفش تتعامل فيها. فانا بحاول اجيب لبس من كل يعني لبس ثريفتد، بس ايه، من كل حته. يعني ممكن اونلاين، ممكن اشتريه من اي محافظه، ممكن اشتريه من اي مكان في القاهره. فهو مش شرط الوكاله اللي احنا بنشتري منها، هي الوكاله هي المكان الرئيسي، بس في حاجات متفرعه منه. يعني في اسكندريه مثلا شارع خالد بن الوليد، ده مشهور وانا اشتريت منه قبل كده. في مثلا في المنصورة هنا، عشان عايشة في المنصورة، في محلات بتبيع سلفتت كتير قوي بالكيلو، مشهورين جدا وبشتري منهم كتير. في اونلاين كتير هنا برضو. في القاهرة بقى، في شبرا، وفي في شارع فيصل، شارع الهرم، شارع العريش، ده برضو بيبيع حاجات سلفتت كتير، وساعات بيبقى ارخص من الوكالة. تعالوا اوريكم انا اشتريت ايه ونلغي وانا بوريكم. طبعا الحاجات دي انا بعد ما غسلتها، وفي حاجات لسه ما كويتهاش، يعني عشان انا عندي كسر رهيب. بصوا القميص ده عجبني قوي. هو قماشته كانها زي بلاستيك كده، فكده كده لازم يتلبس تحتها توب، عشان دي لو اتلبست يعني من غير توب الانسان اللي لابسها هيولع في الحر طبعا. عجبني فيها ان هو فيها قلوب كده رقيقه، وانا عمري في حياتي ما كنت رقيقه، فحاولت ان انا ابقى رقيقه شويه. طبعا انا غسلته وهو طلع ضيق شويه عليا، فهيتلبس مفتوح، يعني هيتلبس كانه جاكيت، مستحيل يتقفل. بس انا كان عاجبني، وهو مش مكتوب عليه اي براند، لا مكتوب، صدقوا بصوا مكتوب عليه ان هو براند شي ان. هو انا متعوده ان البراند تبقى مكتوبه هنا، فانا قلت اتهورت وقلت ان هو من غير براند، بس هو ببراند. المهم بقى ان انا جبته، وده في التطقيمه في دماغي كده ممكن البسه بطريقه، يعني اكيد هلبس الالوان دي عليه، او اسود في اسود. يعني فانتوا قولوا لي ممكن يتلبس كالوان القلب، ولا البسه اسود في اسود ويبقى هو القطعه الاساسيه في الطقم. هو الحلو اللي فيه ان هو طويل. ده كان ب 35 جنيه، تمام، 35 جنيه ومش من الوكاله. انا قلت لكم انا اخترت كل ما هو لامع. بصوا بقى، انا عندي ده اصلا انا كنت شارياه سرفتد من المنصوره هنا بالكيلو، كنت شارياه لما توزن على الميزان كان بحدود 50 جنيه، فكان رخيص جدا. انا اصلا كنت عاجبني من الستايل ده، كان عاجبني في H&M من المحل ذات نفسه، ولما قسته كان عاجبني، بس ما اشتريتوش عشان كان معدي ال 500 جنيه. فانا قلت هبقى اعدي يوم اشتريه يعني، بس انا كنت عايزه اشتريه. الصدفه خلتني اجيب اتنين، واحد جاي على ازرق اللي هو القديم، وده جاي على ايه، اخضر وزيتي، حلو جدا. طبعا في نتشه بسيطه كده، نتشات بسيطه بس هي مش هتبان. فده كان ب 25 جنيه، بس ده فعلا بقى مش مكتوب عليه اي براند، يعني مفيش براند عليه، مش مكتوب عليه اي حاجه. ممكن مثلا ان حد قطع التيكت او حاجه عشان هو شفاف، بس لا مفيش حاجه مقطوعه. ممكن نقول ان هو ده لوكال براند البلد بتاعته، مش عارفه بقى. جبت ده. القماشه دي طالعه ترند، بس انا ما جبتهاش عشان هي طالعه ترند، عشان انا بعد ما اشتريتها اكتشفت ان هو طالع ترند. اللي هو القماش تحسه ان هو، عارفينه اللي هو بيدي ضي ده. انا جايبه منه قميصين السنه اللي فاتت، واحد بيج وواحد كحلي، فجبت ده. بس ده طلع برضو صغير عليا شويه، فطبعا انا غسلته. انا الحاجات دي اول ما اشتريتها بتبقى مكويه مفروده على الستاند، بس انا لما بغسلها بتكرمش شويه كده، فالمفروض ان انا لسه هكويه. ده كان براند ايه يا ساره، مش مكتوب عليه اي حاجه، مش مكتوب عليه اسم البراند، يعني مكتوب طريقه غسله
واللي انا اكويه على درجه حراره هاديه خالص، بس مش مكتوب عليه هو براند ايه. انا كان هيحصل لي حاجه النهارده، ان الكاميرا فصلت وانا بصور ومندمجه، خدت بالي ان الكاميرا مقفوله اصلا، فكويس ان انا خدت بالي علشان كنت بكلم نفسي. كل عارفين لما حد يكون قفل السكه من زمان وانت قاعده عماله تكلمي نفسك، ده حصل لي الموقف ده، بس كان هيتحرق دمي. نكمل بقى كلام على البلوزه دي. انا بلبس البلوزه دي، كنت بقول ان انا بلبسها ممكن في الافراح او ممكن اخرج بيها عادي، مع ان هي ممكن الناس تقول بتتلبس في الفرح بس انا لا، يعني بلبس كل حاجه في كل وقت، بس بنسقها. يعني مثلا عايزه اخرج دي بدي هلبسها على جينز، عايزه اروح بيها فرح هلبسها على قماش، فمفيش حاجه معينه لحاجه معينه عندي بالنسبه لي، يعني مفيش الكلام ده. يعني النور قاطع والدنيا هاديه، بس برضو في صوت ناس بتزعق وكلاكسات، حاجات غريبه. ده بقى ماركه شي ان، باينه قوي عشان هي اصلا شفافه اورجانزا فباين التيكت. ودي بصوا البلوزه دي كانت ب 35 جنيه ماشي. البلوزه دي برده ب 35 جنيه، بس انا لسه ما لبستهاش، انا كنت جايباها للعيد الصغير، بس العيد الصغير كان في السقعه، فانا لو كنت لبستها كنت هلبس تحتها بلوفر يعني مش كانتش هتنفع خالص. فانا اول مره اجيب الستايل ده، حسيت ان هي الرسمه بتاعتها جميله، ويعني لسه بقى هتتلبس اورجانزا، وعجبني قوي البافي اللي فيها دي اللي هي منفوخه من كل حته. ودي مقاسي بالظبط. يعني انا كنت اتمنى ان هي تطلع واسعه شويه عشان بحب البس الحاجات واسعه، بس عادي بقى، يعني شكلنا تخينه، يعني شكلنا تخينه، مفيش حاجه جايه مقاسي في الحاجات اللي جبتها دي، كلهم صغيرين. طب نعمل ايه؟ دي كانت ب 45 جنيه او 35 جنيه. طيب انا جايبه الحاجات دي منين؟ جايباها من شبرا، من شارع خلوص. انا كنت رايحه عادي اشرب اي حاجه واكل رغيف حواوشي واروح، عشان انا بقالي كتير قوي ما رحتش شبرا. فاكتشفت ان في ستاندات زي الوكاله بالظبط في شارع شبرا كله، عند في محطه دوران شبرا، اللي هي او محطه اللي هي المحطه اللي قبلها انا ناسيه اسمها ايه. فاكتشفت ان في ستاندات من دي كتير، فانا بصراحه تجولت. كان في حاجات كتير حلوه قوي، كانت في ناس بتلقط حاجات قدامي حلوه قوي، بس انا رحت متاخر، فده الحاجات اللي انا لحقتها. وكمان ما كنتش عامله حسابي على الشراء، يعني ان انا حتى لسه ما لبستش الحاجات اللي احنا شاريها دي، لسه ما لبستهاش. يعني انا لسه مصيفه قريب، عشان انا اكتر واحده بسقع، يعني انا اكتر واحده اخر واحده بصيف، اخر واحده وانا بصيف. حتى الناس بتقعد تقول لي ساره انت بتلبسي، ساره انت ليه، حتى الناس بتقعد تقول لي ساره انت ليه بتلبسي اسود في الصيف. فانا يا جماعه بسقع، انا من النوع اللي جسمي معرفش انا انسان آلي ولا ايه مش عارفه. بس المهم ان الحاجات دي انا شارياها من شارع خلوصي دوران شبرا، وجايبه شويه حاجات من عند مول الامير، في ستاندات عند مول الامير. طبعا الستاند لازم تلفيه حته حته، ويعني يبقى بالك طويل، عشان يعني انا دي انا جايباها من وسط هدوم اطفال، اصلا كان في هدوم اطفال انا جايباها منها، فاللي هو والتلاته دول كانوا من نفس الستاند، من ستاند واحد، والتلاته مقاساتهم يا دوبك، يعني لو كان اوسع شويه بس كان يبقى احسن. بس كده. النهارده الفيديو كان قصير علشان انا بقالي كتير ما صورتش فيديوهات، انا قلت عايزه ارجع لكم علشان كفايه فشل لحد دلوقتي. وعلى فكره انا بصور فيديوهات من 4 سنين او 5 سنين، من 2020 2019 او 2018 كمان، يعني ممكن ترجعوا لاول فيديو انا عملته، انا مش فاكره من امتى. فحسيت ان انا لازم ابدا من اول وجديد، عشان كده انا عملت المقدمه الجديده دي عشان اعرفكم على نفسي، عشان في ناس ما تعرفش انا اصلا بعمل فيديوهات عن ايه، ممكن تكون الناس فاكرين بعمل فيديوهات عن الرقص ولا حاجه. فبس يعني الواحد ما يستسلمش، انا مش هستسلم يا جماعه. واتمنى ان محتواي يعجبكم، واتعلمت كتير في الايام اللي فاتت دي ان انا لازم اطلع بمحتواي الاصلي، واني لازم اتكلم بطريقتي، ما ينفعش ان انا استلف شخصيه حد تاني واطلع بيها في الفيديوهات. تابعوني على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب، وهشوفكم تاني. انتوا تشوفوني عشان مش هشوفكوش، ما مش هقول اي كلام. متنسيش اللايك لو عجبك الفيديو، والاشتراك لو انت لسه ما اشتركتيش وعايزه تشوفيني تاني. باي باي.